كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وهنكمل النهاردة في موضوع مهم جدا جدا عن مشاكل الأسنان في الصيام. احنا اتكلمنا ازاي نهتم بنظافة الأسنان والفم واحنا صايمين وفي الفطار. طيب احنا هنتكلم انه لو تعرضنا لمشكلة او لألم شديد في الأسنان نعمل ايه ونتصرف ازاي. جالنا حتى سؤال من احد المتابعين انه حست بألم شديد جدا في اثناء الصيام واضطرت تفطر وخدت مسكن. بصوا يا جماعه، التهابات الاسنان واللثه الاساسي اللي بيخلينا لا يحتمل بيبقى التهاب العصب. وعندنا نوعين من التهاب العصب، يا اما التهاب نتيجه مثلا حراره مفاجاه حصل او حساسيه شديده. ممكن في الحالات دي العصب يرجع تاني يبقى الانسجه بتاعته كويسه وبيبقى زي رد فعل كده وقائي او حمايه من العصب. في عندنا نوع تاني من التهاب العصب وده بيبقى التهاب عصب حاد وما بيروحش الالم لا بمسكن وبيكون الالم